تعال أقول لك على كروت شاشة من أول 800 جنيه لحد 50,000 جنيه، ودي سلسلة جديدة هنبتديها هنا وهنقسم كل فيديو يبقى معانا فيه 3000 جنيه زيادة عن اللي قبله. اعملوا لي فولو عشان نفسي أوصل 10,000 أخ وأخت، ويلا بينا. أول كارت معانا وتمنه من 800 جنيه لحد 900 جنيه الجي تي 710 اللي بيجي ب 2 جيجا في رام دي دي ار 3، وهيشغل لك لعبة زي جي تي اي في من 30 ل 40 فريم على اللو طبعا. تاني كارت معانا وتمنه من 1100 جنيه لحد 1300 جنيه الجي تي 730 اللي بيجي برضه ب 2 جيجا في رام دي دي ار 3، واللي هيشغل لك لعبه زي جي تي اي 5 من 30 ل 60 فريم على اللو سيتنج و720 بي كواليتي. بالنسبه للكارتين، الكارتين دول هيشتغلوا معاك حلو لو انت هتشتغل مثلا على اي 5 تالت او رابع. نيجي لتالت كارت معانا وتمنه من 1900 جنيه ل 2300 جنيه الجي تي اكس 750 تي اي اللي انا بكرهه عامه. هتقول لي بكرهه ليه؟ هقول لك معرفش، بس انا بكرهه وبحب الجي تي اكس ال 960 ل 2 جيجا احسن منه بفرق 40%، وده تمنهم من 2000 ونص ل 2800 بالكتير قوي. نرجع للجي تي اكس 750 تي اي، الكارت ده هيشغل لك معظم الالعاب على 30 ل 60 فريم، ولعبه زي ريد ديد ريديمشن 2 هتشتغل على 25 فريم. الكروت دي بعيدا عن التعدين، وبلاش ار اكس 470 و480 و570 عشان اغلبيتهم تعدين. لو انت مصمم تجيب الكروت دي تركز على درجة الحرارة وسحب الطاقة. درجة الحرارة ما تتعداش ال 75، لو 76 ما تجيبوش. هتقولي طب انت ليه ما حطيتش الار اكس ال 580 وال 590 معاهم في لستة التعدين؟ هقول لك عشان عارف حد معين بيبيعهم بحالة ممتازة وكل حاجة ممتازة ومش تعدين. هقول لك هيبقى الفيديو الجاي بقى.